قعدت في مصر دلوقتي اكتر من شهر ونص تقريبا. يعني في اخر 15 سنة دي اطول مرة ان انا ارجع واعيش في مصر. وهو بص ساعات المهاجر احسن انه يرجع بلده على اساس ان هو برضه يفتكر هو سابها ليه. من ساعات انا بجيلكوا في فيديوهات كتير واللي هو الاحساس بالحنين ومش عارف ايه والكلام دوت. بس تعالى بقى ان انا النهارده اجي اقول لك بعد ما قعدت شهر ونص كامل في مصر ليه انا فعلا اتاكدت ان ما عادش ينفع ان انا ارجع خلاص اعيش هناك. مش هتقدر، مش هتعرف. هو يقول لك ليه كان جاي لك من المستقبل لو انت بتفكر انك تهاجر. ليه؟ خلي بالك، لو انت راضي باللي انت فيه النهارده، لو هاجرت هيكون قرار انك ترجع وتعيش في مصر تاني هيكون قرار صعب جدا عليك. وده من تجربه، لان انت لما بتعيش اكتر من شهر، شهر ونص، غير ما بتيجي اجازه اسبوعين ثلاثه وبتمشي، الموضوع فعلا بيختلف. وبتلاحظ كل الاسباب اللي بتخليك حنين انك ترجع تعيش في بلدك تاني او في مصر. بي بتروح على طول وبيبان ليه انت اصلا شكلنا. اصل احنا مشكلتنا احنا بننسى بسرعه برضه، خلي بالك يعني. احنا فانا تقريبا انا شكلي نسيت انا كنت مشيت ليه. بس يا سيدي يلا بينا. بص، هي الصدمه الاولى على طول بتاخدها اول ما بتنزل المطار، وبتبدا تلاحظ ان كل حاجه ماشيه بسرعه جدا. مفيش نظام، مفيش حاجه بتمشي بهدوء وبسلاسه. كل حاجه انت بتحارب علشان خاطر انها تمشي. دي بتبقى صدمتك انت الاولى اللي بترجعك. انت خلاص راجل اتعودت مثلا تعيش في استراليا على نظام معين، على قوانين بتطبق بعدل على الناس كلها، فبتكون الحياه سلسه خالص وبيبقى فيه هدوء. مفيش الاسترس او العصبيه او التشدد اللي بيبقى على دماغك كده وانت بتتعامل في كل حاجه. اسلوب الناس اساسا بتبصلك وبتقيمك على لبسك، على شكلك، على مهنتك، على فلوسك، مش بتقيمك على انك بني ادم. فالموضوع من البدايه كده بيكون فيه صدمه انت بتبقى ناسيها. ولما بترجع بتفتكر طبعا الايه الكلام ده من دخولك المطار، يعني مش من بعيد قوي عشان نبقى فاهمين بقى. بس مجرد بقى ما بتاخد التاكسي وبتطلع بره المطار انت اصلا بتبدا تفتكر برضو ايه العشوائيه بقى في السواقه. في الموضوع ده، موضوع السواقه ده اصلا انا مهما حكيت فيه يعني مش فاهم. انت وسع زي ما انت عايز في طرق، ومشكله المرور مش هتتحل بالنسبه لك الا لما تسحب رخص الناس اللي ماشيه في الشارع دي اصلا وتوديهم تاني ان هم ايه يتعلموا سواقه. وبرضه مش هتتغير الا لما اصلا تسحب موضوع ان اللي بيعلم سواقه او اللي بيدي رخصه هو ضابط مرور، لان هو في العالم كله دي مهنه معينه وليها ناس معينه وليها يعني شهادات معينه ملهاش علاقه بالشرطه اصلا او يعني في اغلب الدول اللي هي العالم الاول يعني ما بتتعاملش مع ضابط او بوليس مان او بوليس اوفيسر، ملوش علاقه هو اساسا بانه يطلع لك الرخصه. والسواقه مش من مجرد اقماع وتعدي بالصيم والهبل ده، بحيث انك لما تطلع في الشارع في مصر انت بتتعامل مع بشر هم فاهمين ان هم بيعرفوا يسوقوا. هم في مصر مفيش واحد فعلا في مصر بيعرف يسوق الا من رحم ربي، يعني لان انت بتتعامل هناك السواقه فهلوه، وانك تفهم اخطاء اللي قدامك. مش السواقه زي ما انت لو طلعت بره هتعرف ان انت مش ما بتعرفش تسوق اصلا، يعني ان انت مش هتعرف تاخد الرخصه اصلا. لان احنا هنا بنسوق ان كله فاهم القواعد والقوانين وكله ماشي عليها ملتزم بيها. لو انت اخطات يبقى ساعتها انت بتعاقب على اخطائك. انما احنا في مصر انت بتسوق بتتوقع اخطاء الاخرين. فطبعا ده مش بس سواقه بقى، انت عايش في مصر بتتوقع اخطاء الاخرين. فانت هعيش انا ازاي وسطك؟ انا خلاص انا راجل النهارده ما بتوقعش اخطاء الاخرين، انا بمشي على القانون واللي يخطئ يتحاسب. انت هناك انت اللي يخطئ انت فاهم ازاي لازم تتوقعه عشان تتفاداه. يعني شفت فرق الحياه عامله ازاي اللي احنا بنتكلم فيها. طبعا من اهم الحاجات اللي بتخلي الواحد المهاجر انه توحشه بلده هو اصحابك واهلك والمكان اللي اتربيت فيه والكلام اللي احنا بنتكلم ده عارفينه، الكلام الشاعري والعاطفي ده. طبعا انا رجعت الحمد لله، فهو حظي حلو انا كنت راجع على العيد الكبير كمان، فقدرت ان انا اقابل اصحابي وقعدت معاهم والحمد لله، وحاجه جميله جدا ومن اجمل الحاجات دي. بس الفكره ان انت الحياه بقت صعبه قوي في مصر، ان محدش حد فضيلك اصلا. يعني هو اول اسبوع تاني اسبوع بعد كده بيبقى صعوبه جدا ان واحد يسيب بيته واهله ويجي يشوفك. يعني انت فاهم ازاي، خلاص شفتك مره مرتين بس بتبقى الحياه اصعب، وانت طبعا مقدر وفاهم الظروف دي. يعني ما عادش بقى اللي هو ان الناس مش هتسيب اللي وراها وتيجي تقعد معاك واخد بالك وتبقى معاك كل يوم. فانت شويه بشويه بتمل اصلا، مش هتلاقي حد حواليك يعني اللي هو فين وفين عم تلاقي الناس، لان انتوا اكيد عارفين وعايشين اللي هناك. يعني الواحد فين وفين عم بيشوف اصحابه
اللي هو بالذات لو هو في سن كبير زي حالاتي، يعني ما بين ال 30 وال 40، بعد في جوازات وفي عيال وفي طلاق وفي محاكم واسره. ده انا قعدت مع اصحابي، يعني الواحد بيسمع بلاوي كمان، ده من الحاجات اللي الواحد بيسمع عنها ما كنتش اعرف. انت بقالك 15 سنه، فالدنيا قاعده بتتغير بشكل ايه، سريع جدا. تاني من الحاجات الصدمه الحضاريه اللي انا قابلتها كانت اخلاق اللي هو الجين زي. انا اول ما اسمع معلومه الجين زي او الجنريشن زد دوت لما رحت مصر، اصلا احنا ما نعرفوش هنا في استراليا، يعني ما عندناش احنا الكلام دوت، اللي هو الجيل الجديد اللي طالع ده ويجي له من 25 و27 و26 ما بيعرفش يتعامل مع اللي اكبر منه. يعني انا فاكر انا مثلا جيلي لو انا مهندس مديري مثلا اكبر مني بسنه ولا بسنتين بحترمه لحد اخر يوم في عمري، يعني انت فاهم. هو دوت انت لو فرق 10 سنين 20 سنه 15 سنه حتى مع ابوك بقى اسلوب الكلام بقى ما حاجه، يعني ما فيش خالص، يعني ما فيش تربيه اصلا. فانت بتتعامل مع ناس تبقى انت ماشي في الشارع اصلا، عايز اقول لك يعني انت ماشي خايف من ان انت تلاقي واحد بيتعرض لك بدون اي اصلا ما يبقى فيه مشكله. يعني انت ماشي بتبقى ماشي في الشارع كده اصلا، انت فاهم، تلاقي ايه الشر بيجي لك لوحده. انا مش عايز اقول لك، انا مش هحكي بتفاصيل تجارب شخصيه لما اتخانقت بدون اي داعي، الناس مش فاهمه تطبيق القوانين، واضطريت ان انا اجيب البوليس، وان انا ومعايا واحد صاحبي اجنبي تاني هتشوفه في الفيديو الجاي ان شاء الله. مش هنحكي على تفاصيل وكلام من ده، بس الشرطه بصراحه كانت موقفها حلو. معرفش هل بسبب ان انا كان بيتعاملوا معانا على اننا اجانب، يعني عشان لما صاحبي اجنبي وانا مصري اجنبي، هل الباسبور عمل فرق ولا لا؟ ما اعرفش. انتوا قولوا لي في التعليقات، هل لو انت مصري مثلا واتعاملت مع الشرطه، الشرطه بتتعامل معاكم كويس؟ بس انا الشرطه اتعاملت معايا كويس جدا وباحترام بصراحه، وجابت لنا حقنا، يعني بغض النظر عن الدخول في اي تفاصيل. فبس لقيت الحياه صعبه، يعني شرطه ايه؟ انا بقالي 8 سنين في استراليا ما اضطريتش ان انا اخش في مشكله واحده بس مع اي شخص ان انا اجيب الشرطه. يعني ده بعيدا عن ان انا تنقل مثلا من القاهره ان انا اروح شرم الشيخ مثلا بالمواصلات، وكميه المضايقات وكميه انك تقف على الكماين والدنيا، الحياه ما يعني مش سهله، يعني انت فاهم ازاي. ما انا عارف ان الدنيا مولعه وان ممكن يكون الاجراءات دي مطلوبه، بس كان بيبقى في اسئله سخيفه بتتسال، يعني ما يعني انت فاهم، ما انتش فاهم اللي قدامك ده، ما تعرفش هو عايز منك ايه بالظبط يعني. فده برضه كله بيرجع وبيصب ان انت عايش في بلد البقاء فيها للاقوى، في غابه البقاء فيها للاقوى، سواء بقى سلطويه او سواء ماديا. ان انت هناك لو اللي قدامك مش عامل لك قيمه هيتعامل معاك باسلوب مش محترم، وهيتعامل معاك باسلوب زباله خالص يعني مثلا يعني. بس للاسف يعني انا راجع من مصر مستحيل ارجع اعيش فيها. يا عم ارجع اعيش فين؟ ارجع اعيش فين يعني؟ انا النهارده مثلا انت هناك في مصر والكلام انا قلته وعدته كتير يعني، بس الوضع الاقتصادي هناك مزري، يعني حاليا الوضع مزري جدا يعني. كموظفين مثلا انا كمهندس مدير مشاريع مثلا في استراليا، عشان ارجع اعيش في مصر مش عايز اقول لك ان احنا بنحوش فلوس، يعني احنا هنا ما بنحوش على فكره، يعني احنا ده اللي داخل على قد رايح. ولو حوشت لك مثلا 1000 ولا 2000 دولار، ال 1000 ولا 2000 دولار دول مثلا يعني في الاخر ممكن تنزل بيهم في مصر تعيش شويه، تقضي لك اجازه في مصر، او بصراحه دلوقتي في دول تانية ارخص من مصر كتير اصلا يعني. ده بعيدا ان انا الفيديو اللي جاي هعمل لك عن مشكله احنا دافعين مثلا نص مليون جنيه في فندق لمده اسبوع، وجايب عيلتي مثلا من انجلترا وعيلتي من مصر 4 ايام من الاسبوع، الناس عندها تسمم غذائي اصلا وقاعده بقى. ده هجي لك فيديو كامل عن الموضوع ده، مش هخش في تفاصيل النهارده، بس بديك القرف اللي الواحد شايفه يعني هناك. فانت في حاجات حلوه هتكلم برضه عنها في الفيديو بتاع اخوكم جيمس. طبعا هو قال رايه في مصر قبل ما نسافر، وجالي وانا هناك في مصر، وهناخد رايه بعد ما شاف مصر ودخلته وفسحت البلد كلها. فده ليه فيديو برضه لوحده نلاقيه نوريه لكم. في حاجات ايجابيه هتكلم عنها، يعني هو مش كله سلبي طبعا. بس انا جاي النهارده اقول لك ليه انا ما اقدرش ارجع اعيش في مصر، وليه انت لما هتهاجر مش هتعرف ترجع تعيش في مصر. اتحداك اللي هيطلع ياخد جنسيه ويعيش مثلا فوق ال10 سنين في بلد اوروبيه او بلد زي كندا او استراليا او امريكا، اتحداك ان انت تقدر ترجع على المدى البعيد، انك ترجع تستقر بقى في مصر تاني. هتتعب. تتعامل مع الناس دي ازاي اصلا؟ بص، نقطة مهمة قوي لازم برضه اتكلم فيها. يعني هو انا مش بتكلم ان مصر بس بتتغير للأسوأ او بتتغير لشكل مختلف، وكل ما فيش حاجة في الدنيا ما بتتطورش، كل الناس بتختلف وانا اختلفت، وانت لما هتهاجر هتختلف، ودي برضه خلي بالك. فانت مصر هنا وانت هنا، مصر رايحة كده وانت رايح كده، والفجوة قاعدة بتكبر بتكبر بتكبر.
فالموضوع هيكون اصعب بكتير. يعني هو مش بس على قد ان البلد بتتغير، انت كمان بتتغير، وتغيراتك بتتاقلم، تبدا تتاقلم على البلد اللي انت عايش فيها. فاي حاجه في استراليا ايجابيه، فده برضو ايه، هيخلي اثر عليك بشكل كبير جدا، ان انت تقدر ان انت تفكر انك تقفل الفجوه دي ازاي. اصلا انا مش عارف يعني. طبعا بيوحشك بقى موضوع الاكل، ده احلى حاجه في مصر اصلا. هو احلى حاجه في مصر هو موضوع الاكل. بس هو موضوع الاكل يعني محلول، يعني مش لو انت في مدن كتير بره مصر اصلا. يعني لو ملبورن في مطاعم مصري، انا حظي ان انا في كوينزلاند ما فيهاش مطاعم مصري. بس انت بتطبخ انت بقى. انا بتروح الجروسري او اللي هو البقالات اللي هي العربيه، وبتجيب اكل انت وبتتشقلب يعني وبتطبخ وبتاع. لو مراتك مثلا مصريه وبتاع هتعمل لك الاكل المصري بتاعك. يعني مش قصه، يعني مش ده السبب اللي يخليك ترجع تعيش في مصر من الاخر. يعني حاجات صعبه كتير، يعني التعليم في مصر. يعني انا شايف ان الناس الاجيال اللي طالعه اصلا لما بتتكلم معاهم فرق ثقافه مش طبيعي. ان انت مش بتنطط ولا حاجه يعني، بس انت لما بتطلع وتختلط بثقافات مختلفه كتير جدا، فبيبقى مداركك بتبقى مختلفه شويه. فلما بتقعد تتكلم بتحس الناس افقها ضيق جدا اصلا، وبتفكر في حاجه ضيقه قوي هنا. فالموضوع ده برضه هيبقى فيه صعوبه جدا. حريه التعبير والحريه التفكير طبعا مفيش مقارنه خالص. انت في مصر الموضوع كل مدى ما للاسف بيبقى اسوأ. وانا شايف ان الناس اصلا ما يعني عايشه دلوقتي بس عشان تجيب تعيش بس، اللي هي الاساسيات، الاكل والشرب والمدارس والكلام ده. طبعا المدارس طبعا اكيد هنا في استراليا بالتعليم هو بيعلمك، بيبني شخصيتك قبل ما بيبني شويه كتب وكلام فاضي. مناهج تعليميه اي حد ممكن اصلا يتعلمها من بعد كده، يعني لو حتى اونلاين دلوقتي المواد التعليميه موجوده. بس الفكره ان هو ينمي شخصيتك اجتماعيا. دي نقطه ما اظنش ان انا شايف ممكن المدارس الاجنبيه الكتير او المدارس الخاصه اللي كله دلوقتي بقى بيدخل، والمصاريف. فطبعا انت هناك بتدفع عشان تخش المدارس دي، تدفع شيء وشويات. هنا الكلام ده كله مجاني يعني. حتى المدارس الخاصه هنا في استراليا بالنسبه للرواتب اللي بناخدها بتكون رخيصه، ما تعتبرش غاليه بالنسبه لنا. انا اسف ان الفيديو ده سيء، بس هو انا رجعت من هناك بصراحه يعني نفسي مسدوده ان انا افكر ان انا ارجع اعيش هناك تاني. واعمل حسابك بس ان انت تبقى على قد شويه زيارات وقللها. يعني انا موضوع شهر ونص ده انا مستحيل اعمله تاني. هو انا اخر شهر ايه 3 اسابيع. طبعا النقط الاساسيه والحاجه الوحيده اللي ممكن تخليك ترجع مصر وتفضل انك ترجع مصر هي اهلك. فطبعا انا مش بتكلم في حكومه ولا بتكلم في نظام، انا بتكلم بس كشعب وكناس واخلاق وكطباع. انت رايح فين؟ في حته تانيه خالص يعني. فبيبقى كل ما ده هيبقى الموضوع اصعب يعني. فاعمل حسابك كويس قوي لو انت بتفكر انك تهاجر، انك مش هترجع، مش هتقدر. صدقني مش هتقدر، هيبقى الموضوع صعب قوي. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله، واتمنى ان يكون اسعد شويه من الفيديو ده. شكرا، السلام عليكم.